شايفين ما شاء الله البطاطس بعد ما طلعت عامله ازاي؟ فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين صوت القرمشه؟ حلوه جدا يا جماعه، لازم تجربوها. هحتاج معايا نص كيلو من البطاطس او 600 جرام بالظبط من البطاطس. ده الوصفه اللي انا عاملها 600 جرام. انتوا زي ما انتوا عايزين على حسب عدد الاسره اللي عندكم في البيت. واقطعهم تقطيع مكعبات، تبقى المكعبات كلها قد بعضها بحيث ان هي تستوي مع بعض كويس. وبعد كده هحتاج معايا حله على النار، هنزل فيها بميه سخنه بحيث ان هي تسرع لي عمليه سوى البطاطس او سلق البطاطس. وبعد ما نزلت الميه السخنه هحتاج معايا نص معلقه كبيره من الملح، واحط الملح وادوبه. وبعد كده هنزل بالبطاطس بتاعتي اللي هي 600 جرام، وانتوا طبعا على حسب ما انتوا عايزين الكميه بتاعتكم اللي تكفيكم في البيت. وبعد كده هبدأ أغطي عليها وأسيبها لغاية لما تغلي. وأول ما تغلي هتحتاج معايا بعد الغليان 5 دقايق بحيث إن هي تكون استوت معايا كويس. وبعد ما تغلي كويس هختبرها. أول ما أحس إن هي استوت معايا كويس هبدأ أصفيها من المية كويس وأطلعها. هنا طبعا استوت معايا. طبعا مش عايز أسيبها تستوي لغاية لما تتهرى معايا في المية، لأن هطلعها كده وهي سليمة زي ما هي. هبدأ كده طبعا في الوقت ده أهرسها هرسة كويسة بحيث إن هي ما يفضلش فيها أي حاجة سميكة. وهنا بعد ما هرستها ونعمتها كويس هحتاج معايا معلقتين كبار من النشا. وطبعا النشا ده هو اللي هيديني القرمشه المظبوطه. ولو هتحطوا بيضه تكون برضو حاجه كويسه. وبعد كده هضيف عليها نص معلقه كبيره من الملح. وبعد كده هحتاج البهارات: معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه من الكركم، نص معلقه من الشطه، 3/4 معلقه من الكزبره. هنزل بيهم كده على البطاطس. وبعد كده هحتاج معايا ربع كوبايه صغيره من الزيت. وهبدا اقلب كويس. مع التقليب كويس هتبقى تمتزج مع بعضها وهتتماسك مع بعضها كويس. ولكن اهم حاجه لو ما عرفتش اقلب بالمعلقه احاول ان انا اقلب بايدي او البس جوانت واقلب كويس بحيث ان هي تتماسك كويس. واول ما تتماسك ابدا اشكلها الكور زي ما انتم شايفين كده، كور صغيره. واهم حاجه ان انا احاول ان انا بقدر الامكان اطلع الكور قد بعضها بحيث في الاخر تديني شكل كويس. شايفين شكل الكور عامل ازاي؟ تقريبا كلها نفس الحجم. وهنا طبعا بعد ما اشكل كور هبدا انزل بطاسه على النار وفيها زيت بحيث ان انا اقلي البطاطس بتاعتي ديت. وهوري لكم ازاي تطلعوا منها القرمشه المظبوطه في القلي. شايفين ما شاء الله. هبدا انزل بالبطاطس كده زي ما انتم شايفين. واهم حاجه يكون الزيت بتاعي بيغلي كويس. وبعد ما نزلت بالبطاطس هبدا اقلب فيها شمال ويمين لغايه لما تديني القرمشه المظبوطه. بس اهم حاجه ما اقلبش في البدايه، اسيبها شويه وبعد كده اقلب. وهنا هنفضل نقلب تقليب مستمر لغايه لما يوصل معانا وهنا طبعا بعد ما خد اللون الذهبي الحلو ده هنبدا نطلعه نصفيه شويه.